في مدينة تاريخية تعرف بقلاعها العتيقة وأسوارها الحجرية، عاشت فتاة اسمها آيات. كانت آيات مختلفة عن أبناء جيلها، فبينما كان الجميع ينشغل بالصخب والضوضاء، كانت آيات تجد عزاءها في الكتب القديمة التي كانت تصخر بالحكايات والأساطير عن فرسان شجعان وملكات حكيمات. كانت آيات تمتلك موهبة فريدة، وهي فهم لغة الرموز القديمة والنقوش الغامضة التي كانت تزين جدران المدينة. كانت قلاعها وأسوارها مليئة بالنقوش التي تركها الأجداد، لكن لا أحد كان يعرف معناها. لكن آيات وبفضل قراءتها المستمرة كانت تستطيع فك رموزها وفهم ما تخبئه من أسرار. في يوم من الأيام سمعت آيات عن أسطورة قديمة تقول أن هناك كنزا مدفونا في قلب المدينة، لكن الوصول إليه يتطلب فهم نقوش معينة على أسوار القلعة. حاول الكثيرون الوصول إلى الكنز لكنهم فشلوا. لم يكن الكنز من الذهب والفضة، بل كان كتابا قديما يحوي على كل تاريخ المدينة وكل الحكمة التي تركها الأجداد. قررت آيات أن تقوم بالمحاولة، وذهبت إلى أسوار القلعة وأخذت تتأمل في النقوش التي كانت تبدو كشخبات لا معنى لها بالنسبة للآخرين، لكن بالنسبة لآيات كانت كل نقشة بمثابة كلمة وكل سطر بمثابة جملة. كانت النقوش تروي قصة المدينة وكيف بنيت ومن حكمها وكيف واجهت الأزمات. بعد أيام من البحث والتدقيق استطاعت آيات أن تكتشف سر النقوش. كانت النقوش تشير إلى بئر قديمة في ساحة القلعة، وفي قاع البئر كان هناك باب سري. عندما دخلت آيات من الباب وجدت نفسها في غرفة صغيرة، وفي وسطها كان هناك صندوق خشبي قديم. عندما فتحت الصندوق لم تجد ذهبا ولا فضة، بل وجدت كتابا قديما ومخطوطات أثرية. كانت هذه المخطوطات تحوي على تاريخ المدينة وكل ما مر به الأجداد من حكمة وصعوبات. أدركت آيات أن الكنز الحقيقي ليس في الثروات، بل في المعرفة التي تنتقل من جيل إلى جيل. عادت آيات إلى أهل المدينة وبدأت في قراءة ما وجدته في الكتاب لهم. كانت تحكي لهم عن حكمة الأجداد وشجاعتهم، وكيف أن هذه المدينة لم تبنى بجهد شخص واحد، بل بجهود جماعية. أصبحت آيات هي مصدر الحكمة لأهل المدينة، وبفضلها أدرك الجميع أن الآيات ليست فقط في الكتب السماوية، بل في كل أثر تركه الأجداد، وأن الحكمة تكمن في قراءة هذه الآثار وفهمها.